السلام عليكم ورحمة الله. كلمة جميلة جدا بيقولها ابن عطاء السكندري رحمه الله تحل لك مشاكل كتير للناس اللي بتقول أنا نفسي أخد خطوة ومش قادر إن أنا أخد الخطوة. كتير مننا بيقول أنا عايز أحفظ القرآن، أنا عايز أصلي الفجر في جماعة، أنا عايز ألبس حجاب شرعي سليم، أنا عايز يكون عندي صحبة صالحة، أنا عايز. طيب ليه مش عارف إن أنت تعمله؟ يقول لك مش قادر، متقفلة. أصل ابن عطاء السكندري بقى بيقول لك ايه؟ ورود الامداد بحسب الاستعداد. يعني ايه؟ يعني كل ما انت كنت عايز حاجه بجد صادق فانت هتستعد لها. لما تستعد وتبذل الجهد الامداد الرباني يجي. طيب انت ما استعدتش يبقى انت مش صادق، حتى لو حابب جدا الموضوع ده ونفسك فيه جدا وقلبك متعلق بيه جدا، ولكن انت مش صادق بالشكل الكافي اللي يخليك ان انت تستعد لهذا الامر، فما استعدتش، فالامداد الرباني ما جاش، فما عرفتش توصل. طب عايز اوصل، خليك صادق ولازم تستعد وتجتهد، فساعتها انت صادق. ايه اللي يحصل؟ يجي الامداد الرباني. ساعتها هتلاقي الدنيا بتتهيأ عشان تحفظ القرآن وتصلي الفجر في جماعة وصحبتك تكون صالحة وتكون من المتقين ليه؟ لانك صادق وبتستعد. ورود الامداد الرباني والبركات والتدبير بحسب الاستعداد. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كده في القرآن. الله عز وجل يقول: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. خد بالك، انت عايز الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. خد يا عم، خد خلاص، وما له في الآخرة من نصيب. الشاهد، عايز ربنا يبارك لك ويدبر لك ويكرمك وييسر لك الطريق، ادفع المهر، خليك صادق، خد بالأسباب، اجتهد. وطالما انت استعديت وبدأت وكنت صادق، والله إن شاء الله عز وجل سييسر لك الطريق وستصل وسترضي الله عز وجل وستكون في حالة الله عز وجل يرضى بها عنك. ولو رضي عنك خلاص، انت مش عايز حاجة من الدنيا كلها. كل الدنيا ستهيأ لك. حصل نعمة هتشكر ربنا فتعيش سعيد، حصل بلاء فتصبر فتعيش سعيد، وفي النهاية في الجنة إن شاء الله. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويعلمنا ويفهمنا ويقربنا منه ويدخلنا الجنة.